طارق ولد سنة 50 في الجزائر. نعم. ولد طارق وهو من أصل بربري. طارق بن زياد من الجزائر، والأمير عبد القادر الجزائري. طارق بن زياد فاتح الأندلس لم يكن من أصل عربي، ولد في خنشلة في الجزائر من قبيلة نفزة الأمازيغية. وفي الفترة دي اتولد طارق بن زياد في الجزائر بمدينة خنشلة عام 50 هجريا، وينتهي عام 50 هجرية في خنشلة في الجزائر من أصل أمازيغي. أما بقى المؤرخ جهاد الترباني في كتابه العظماء 100 في الإسلام غيروا مجرى التاريخ بيقول في الصفحة رقم 79 بيقول: كم أخرجت لنا الجزائر من أبطال هذه الأمة، فأخرجت لنا العديد والعديد مثل طارق ابن زياد. ده في إجماع يا جماعة على الكلام ده. Es muy probable, tal como se ha señalado en muchas ocasiones, que Tari Ben Ziyad perteneciese a la tribu bereber de los Naza, del grupo de los Aguara, asentada, creemos que originariamente en Guaditafna, en la zona de Tilizán, provincia del centro de la actual Argelia. Aunque debemos señalar que la tribu